السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب، والله بنسعد ان حضرتك بنشوفك يعني بخير. يا رب يجمعنا في الفردوس مع السامعين اللهم امين، والسامعات يا رب. وشفاك الله وعافاك يا رب. وإياكي. والله لو تكرمت، في ابن لا يقيم شعائر الله خالص، حتى الصلاة مش بيصليها، ولما بيكون متوفر معاه فلوس يعني ممكن يجيب حاجات غلط، اي فلوس معاه مم. بيجيب بيها حاجات مش كويسة. ايه لا الحكم؟ يصلي ويشرب الخمر في حال تيسر ذلك له. تقريبا ايوه. نعم، والسؤال؟ السؤال يعني والده عنده تجارة وكده، تجارة رابحة الحمد لله. الحمد لله. ايه الحل معاه بعد كده؟ لا تعطونه من الأموال ما يساعده على المعاصي. لا انا بتكلم إذا مات يعني الوالد؟ اه, آه لا، المات إذا الوالد او الام يعني. الله أعلم من سيموت أولا، لكن ايوه بس هو سفيه، هو يعني اي مبالغ معاه بتتصرف في لا شيء. له إخوة. بنتين. له إخوة بنتان. مم. مم. طبعا لا نستطيع أن نستبق الأحداث، لا نستطيع أن نستبق الأحداث، ولكن أنصح الوالد أن يفعل شيء لنفسه بعد مماته، يتصدق كثيرا ويدعو له بالهداية الآن، ولعل الله أن يهديه. ما نستطيع أن نقول إلا ذلك. لكن هل ممكن اخوته مثلا الكلام او الآن على تصرفكم في الحياة الدنيا. تصرفكم في الحياة الدنيا يجب أن تساعدوه على البر والتقوى، ولا تساعدوه على الإثم والعدوان. على طول يا شيخ؟ يعني احنا لكن في الحمد لله جزئية. ملتزمين من زمان، وهو ربنا يهديه، يعني بندعي له كتير. الله كل يهديه اللي يا رب. علينا واكتر يعني والله. اعملي لك ولزوجك شيئا ينفعكما في آخرتكما، والبنتان تؤمنون لهما ميراثهما. يعني إذا كنتم ترون أنه سيسطو على حقوق أخواته، هل ترون ذلك؟ احنا خايفين هيسطو على حقوقه هو في المعاصي. لا، المهم يعني هل سيسطو على حق أخواته فيما بعد؟ لا ان لا، شاء الله ما يكونش كده ما يعني، يكونش بس كده. انا بتكلم على حقه هو الله أعلم من سيموت أولا. طبعا، بس انا يعني بتكلم مبدئيا هل في يعني شخص يعني هل في شخص عاقل من الأسرة عندكم أو من أقاربك يقوم عليه كقيام على يكون وليا للسفيه؟ طيب ينفع يعني اخواته البنات ولا لازم يكون لا، من؟ ينفع إذا كانوا عقلاء ولن يتسلط عليهما، لأنه ممكن يؤذيهما. لا عقلاء الحمد لله. ماشي، ممكن يحجبوا عنه ميراثه إلى أن يعطوه بقدر الحاجة، بس يكون معلوم. ايوه طبعا مع طبعا. السلامة. ربنا يبارك فيك يا يا شيخ. رب وإياكم. تمام. طب سؤال ثاني يا شيخنا معلش. إيه. هل حاميم اسم من اسماء الله؟ لا حاميم. لا لا، ليست اسم من اسماء الله. كنت قرأت ان حروف كلام باطل اللي انت قرأته، حروف مقطعة بدأت بها بعض الصور. نعم شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. اتفضل، الله يحفظكم. يا شيخنا أنا زوجتي يعني أكرمها بمبلغ من المال. نعم. زوجتي أكرمها ربنا ببعض المال. الحمد لله. الحمد لله. فقررنا إن احنا نخرج للعمرة بإذن الله. اللهم لك الحمد. حيث أنها عمرة الإسلام بالنسبة لنا احنا الاثنين يعني. فالآن أمي غاضبة مني لأني يعني إيه لن أخرجها معي. من صاحبة المال، أمك أو زوجتك؟ لا زوجتي. يعني هي زوجتك المتفضلة عليك وتريد تخرجك معها للاعتمار. تشكر الزوجة. تشكر الحمد لله. فلا وجه لحزن أمك عليك من عدم أخذها معها. لأن أمي كانت تتعشم من إن أنا أخرجها يعني للعمرة في يوم من الأيام، ولكن أنا ربنا يعني أنا شخصيا ربنا ما أكرمنيش بالمال الكافي إن أنا أخرج أمي. إن شاء الله يعني كلمها كلام طيب، ولا يوم أخذك عمرة مخصوص إن شاء الله إذا ربنا وسع علي، عشان تبقى بعيد عن مرات ابنك يعني. ماشي. لكن عموما زوجتك طيبة؟ طيبة الحمد لله.
الحمد لله وتعاملها جيدا يعني. معها فلوس كويسة يعني الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. تقدر تاخد أمك ولا زوجتها حبيبتي؟ حاليا لا يا شيخ والله. لا تستطيع. وانا عايز اطلع علشان عمرة الاسلام بالنسبة لي ويعتبر واجبة، وثانيا علشان لا مش واجبة، العمرة مستحبة يعني. مستحب يعني برضه علشان ابقى محرم لزوجتي. محرم لا بأس، حسن ما في مشكلة. فلست مخطئا الان انا يا شيخ. طيب خاطر امك ولا يما، هي الزوجة اللي جايبة الفلوس من معاها، هي اللي مطلعان يما، ولو كان معاها فلوس مش هتتأخر تاخذك. حتى لو مش مستوعبة كده يا شيخ برضه انا يعتبر مش عاقل. نعمل ايه؟ لا مش عاقل، لست بعاق. تمام يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ. وياك بس طيب خاطرها يعني. لا حاضر ان شاء الله باذن الله يا شيخ. زوجتك ما عفوا، اذا انت عايز تقعد جنب امك وتسيب زوجتك تمشي، ممكن تشوف لها محرم تاني غيرك يعني. للاسف غير متوفر والله بالنسبة لها محرم تاني يعني. لا استطيع اقول انك عاق يعني. شكرا جدا يا شيخ. الله يسلمك. مشكلة يا عبد الرحمن، المفروض الأم تستوعب هذا وتشكر زوجة ابنها.